بالتلاتة. ووفقا للقانون الجديد أصبح للمالك حق طرد المستأجر بثلاث طرق شرعية. وعن القيمة الإيجارية وإمتى هتبدأ سدادها تابع معايا الأخبار للآخر، وما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. من بعد موافقة رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم والناس بتسأل عن القيمة الإيجارية الجديدة هتبقى كام، وللإجابة على الأسئلة دي يبقى لازم نرجع للمادة 3 من قانون الإيجار القديم اللي بتقول تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة لثلاث مستويات: متميزة ومتوسطة واقتصادية. وهيتم تقسيم المحافظة للمستويات الثلاثة دي وفقا لخمس معايير، وهي مستوى البناء وتوافر المرافق العامة والبنية التحتية ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات على حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008. والقانون بيحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفقا للتصنيف التالي: المناطق المتميزة هتزيد 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، أما المناطق المتوسطة فهتزيد 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية هتزيد 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه. والثلاث مناطق دول سنويا هيزيدوا 15%. والحين انتهاء أعمال اللجان القانون بيلزم المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيه، والكلام ده لمدة 3 شهور. كما نصت المادة 5 في قانون الإيجار القديم على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين بزيادة 5 أضعاف القيمة الإيجارية وبزيادة 15% سنويا. معنى الكلام ده إنه ابتداء من النهاردة 5 أغسطس أصبح قانون الإيجار القديم نافذ وواجب التنفيذ، يعني على جميع سكان شقق الإيجار القديم سداد مبلغ 250 جنيه كقيمة إيجارية اعتبارا من هذا الشهر ولمدة 3 شهور، لحين انتهاء لجان المحافظة من تقسيم المناطق بالمحافظة لمتميزة ومتوسطة واقتصادية. وخد بالك القانون الجديد بيدي المالك حق طرد المستأجر في الحالات الثلاثة اللي هقولك عليهم دول. أول حالة لو المالك أثبت إن العين المستأجرة مغلقة لمدة سنة أو أكتر وغير مستخدمة، أو أثبت إن المستأجر بحوزته عين أخرى بيستخدمها لنفس الغرض. ولو المستأجر رفض يسلم العين بعد نهاية المدة الإيجارية اللي القانون الجديد حددها وهي 7 سنين، فمن حق المالك إنه يتقدم للقضاء لطرد المستأجر. وقبل ما أقولك سلام ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وسلام.